ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. اسمع يا آكل مال اليتامى، اسمع يا آكل مال العباد، اسمع يا آكل أموال الناس بالباطل، اسمع يا ظالم، اسمع يا جبار، اسمع يا حميد، اسمع يا آكل مال المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين. الاستراحات لن تدوم، القصور لن تدوم، السلطان لن يدوم، الحراسة لن تدوم، المال لن يدوم، الجاه لن يدوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن قصر عابدين، اسألوا التاريخ عن كبير عائلة محمد علي. اين محمد علي؟ واين ابنه ابراهيم؟ واين طوسون؟ واين عباس؟ واين اسماعيل؟ واين توفيق؟ واين عباس الثاني؟ واين السلطان حسين؟ واين احمد فؤاد؟ واين فاروق؟ اين فاروق؟ واين جمال؟ اين فاروق الذي ودع مصر في مساء يوم وهو على يخت المحروسة، ووقع على عريضة التنازل عن العرش؟ ان هذه العروش فانية، ان هذه العروش زائلة، اما الذي لا يفنى عرشه ولا يزول ملكه فهو القائل الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى واخفى واخفى. من هو؟ من هو؟ الله. الله. من هو الله؟ هل هناك غيره؟ لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى. من الباقي بعد فناء خلقه؟ اين فاروق؟ اين فاروق يا صواريخ مصر؟ اين فاروق يا صواريخ مصر؟ اين فاروق الان بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتلسم في طيب روائحها تحت عتبات الثرى؟ جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. اين فاروق؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا صواريخ مصر، يا ورثة الملكية، اسألوا التاريخ. اين
انام الان فاروق، اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمحتقر، واين المذل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اما لك فيما مضى معتبر؟ يا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن جمال الرجل الذي قال فيه المنافقون ما قالوا. قالوا فيه: بشراي ان صلاح الدين قد عاد واصبحت هذه الايام اعيادا. اجمال ما لك من بين الانام فتى في الشرق والغرب ممن ينطق الضاد. لو كان يعبد من بين الانام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. اسمعوا الى كلام المنافقين لكل حاكم، الى الطابور الخامس لكل من تربع على عرش مصر. لو كان يعبد من بين الانام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادا. فأين ذهب المعبود؟ أين ذهب الذي كانوا يريدون عبادته؟ أين جمال؟ بل أين عبد الحكيم الذي قتل في اليمن 50,000 من الموحدين؟ بل أين صلاح؟ بل أين جمال سالم؟ اسألوا التاريخ عن جمال سالم وكيف تربع على كرسي القضاء في محكمة تعيسة اسمها محكمة الشعب. ودخل علي احد الموحدين المسلمين ليحاكم، فقال له: اقرأ لي الفاتحة بالمقلوب، اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب اقرأها. أرأيتم إلى شخص يقلب كلام الله؟ أسمعتم إلى شخص يغير ما أنزل الله؟ أين ذهب هؤلاء؟ أين جمال؟ وأين المشير؟ وأين صلاح؟ وأين جمال؟ أين أباطرة مصر؟ أين الذين قال فيهم مولانا فاستخف قومه فأطاعوه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ. أين فاروق؟ أين ذهب عندما وقع على عريضة التنازل وأبحرت به المحروسة وعاد إلى مصر محمولا على أعناق الرجال؟ الملوك لا
لا تدوم، والحكام لا يدومون، والسلاطين لا تدوم. لا يدوم الا حاكم واحد، الا ملك واحد، الا اله واحد، الا جبار واحد، الا رحمن واحد، الا رحيم واحد. هو الله، هو الله، هو الله، هو الله، ولا احد غير الله.